السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم ميني كيش بواحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بواحد الطريقه ديال لاصوص بيشاميل اللي كتجي سهله كذلك. نتمنى ان الوصفه اخواتي تجربوها وتعجبكم. الى عجبتكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وبالنسبه اللي كيشاهدوا القناه اول مره وعجبهم المحتوى فكنقول لكم مرحبا بكم بالاشتراك في القناه. ما نطولش عليكم، خليكم مع الوصفه والمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. في مقلاص فوق النار وضعت معلقه كبيره ديال الزبده وضفت ليها القليل من زيت الزيتون اولا تضيفوا الزيت النباتيه، وكنضيفوا اخواتي كذلك البورو اللي قطعته قطع صغيره كما كتشاهدوا. كنشحروا البورو ديالنا مزيان حتى كيطيح. غنضيف الكفته ديال الدجاج، عندي هنا تقريبا 500 غرام ديال الكفته ديال الدجاج، كنضيفوها وكنشحروا مزيان كما كتشاهدوا. كنحاولوا كنفتتوا ديك الكفته ديالنا كما كتشاهدوا. فبالنسبه للكميه ديال الكفته كتبقى على حسب المتوفر عندكم، اولا تضيفوا صدر ديال الدجاج مقطع قطع صغيره. وغنضيف هنايا الفلفله حمراء مشويه اولا تضيفوها طريه كذلك مقطع قطع صغيره، تشحروها كذلك مع البرو مع الكفته. كنشحروا مزيان كما كتشاهدوا. غنضيف التوابل، غنضيف الملح على حسب الذوق، غنضيف الفلفل الاسود، وغنضيف كذلك بودره الثوم، وكنشحروا مزيان كما كتشاهدوا. وغنضيف كذلك عندي هنايا معلقه كبيره تقريبا ديال الزعتر وكنشحروا. فاخواتي كتكون طابت الحشوه ديالنا كنحيدوها من فوق الموقد، وضفت ليها هنايا الكيتشوب اولا تضيفوا صلصه الطماطم. ضفت الكيتشوب وكنخلطو مزيان حتى كينسجم لينا داك الكيتشوب مع الحشوه، وغندوزو ان شاء الله نحضروا البيشاميل ديالنا. فخديت اخواتي نص لتر ديال الحليب، ضفت ليه 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض، وضفت القليل من الملح، القليل من الفلفل الاسود، وضفت كذلك بودره الثوم. وكنوضعوا الحليب ديالنا فوق الموقد مع التحريك المستمر كما كتشاهدوا. فكما سبق لي اخواتي ذكرت لكم كنضيفوا هنا معلقه ديال الزبده. فكما سبق لي اخواتي ذكرت لكم فهاد الطريقه ديال لاصوص بيشاميل كتجي سهله، يعني ماشي بحال الطريقه اللي كنعرفوا ونديروا الزبده ونشحروا الزبده ونديروا الدقيق، يقدر داك الدقيق يتحرق لينا. فهاد الطريقه سهله. فكما شفتوا اخواتي بعد ما بدا كيطيب لينا الحليب ديالنا ضفت ليه 2 حبات ديال الجبن المثلث، 2 ديال القطع ديال الجبن المثلث، وضفت كذلك 2 ديال القطع ديال جبن الساندويتش، وكنحركو حتى كتعقد لينا لاصوص ديالنا كما كتشاهدوا. فبالنسبه اخواتي لاصوص ما خصناش نخليوها تعقد بزاف، كنخليوها خفيفه واحد شويه كما كتشاهدوا مع التحريك المستمر. يعني ما خصناش نحيدو من حداها، لان داك الدقيق الا غفلنا عليها داك الدقيق كيلصق لينا في قعر الطنجره وغيتحرق وغادي تخسر لينا لاصوص ديالنا. فكنبقاو حداها مع التحريك المستمر حتى كتعقد وكطيب كما كتشاهدوا. فهنا اخواتي كتكون لاصوص ديالنا وجدات، كنحيدوها من فوق الموقد وغندوزو باش نعمروا الكيش ديالنا. فهنا اخواتي انا خديت هاد الكيش اللي شريتهم يعني جاهزين اولا تصايبوهم في الدار. فبالنسبه للعجين ديال الكيش اخواتي راه عندي في القناه، اللي بغى الطريقه ديالهم يدخل القناه وغادي يلقاها. فكناخذوا الكيش ديالنا كنوضعوا فيهم واحد الكميه ديال الحشوه كما كتشاهدوا. بعد ما وضعت اخواتي الحشوه كناخذوا ديك لاصوص بيشاميل كنوضعوها فوق الحشوه ديالنا كما كتشاهدوا. وعندي هنا الجبن الاحمر المبشور اولا تاخذوا الموتزاريلا. فانا اخواتي هنا فرشت هذا يعني ورق الطهي، لان كنعرفوا بان ديك البيشاميل ملي كندخلوها الفران كتقدر يعني تفيض لينا على الكيش ديالنا. فيعني غير باش نحافظوا على ديك لاطه الفران تبقى نقيه كنفرشوا ورق الطهي
ويعني غطيتهم، يعني درت لهم جبن المبشور فوق الوجه ديالهم ودخلتهم الفران، فكانوا لي كيش طايبين، الحشوه طايبه، فيعني كندخلوهم غير حتى كيذوب داك الفرماج وكنخرجوهم، وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي كيش ديالنا. نتمنى انكم تجربوهم يعجبوكم. الى عجبوكم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم. في الاخير كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيع ديالكم، شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.